وكل ده بسبب التعليم اللي هو المفروض الهدف منه انه بيديك معلومات تساعدك ان انت تعيش بني ادم كويس. صح ولا ايه؟ احنا بنتعلم ليه؟ ما انا بتميل اتعلم عشان لما اتحط في تجارب ابقى معايا حاجات، فاهم؟ ففين؟ برين، ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بنكي، نحاول السيطرة على العالم. شاي اخضر. ذكرياتي مع الشاي الاخضر كانت تجربه جميله جدا، وهي ان انا كنت بصور شيء ما ليه علاقه بالمزيكا والراب ومعرفش ايه، فكانوا بيعزموني على مشروب، بقول لك عندك ايه يعني، فاهم؟ قال لي شاي، قهوه، نسكافيه، شاي اخضر، بعد كده قال بيبسي، فقلت له شاي اخضر، فبص لي بصات يعني مريبه جدا، مش فاهم ايه المشكله ان اكون رابر وبشرب شاي اخضر، مش فاهم. غالبا عشان كده اعتزلت. المهم، السلام والرحمه يا رب صبحنا وربحنا. بمناسبة السلام والرحمة، فإحنا هنتكلم عن الرحمة في منطقة التعليم. ارحمونا بقى، الحقونا بجد. بص انا حاسس ان انا مأفور سيكا، بس يعني عيش مع اللحظه. طبعا طول عمرنا شايفين ان التعليم المصري هو يا نهار ابيض، ده احنا في الترتيب ال100 ومش عارف كام، ده احنا متاخرين جدا يا جدعان، احنا لازم نجري دلوقتي عشان نلحق. بس الفكره بقى ان انا مش جاي اقول لك التعليم المصري وحش، انا جاي اقول لك التعليم في حد ذاته وحش، او يعني مش التعليم في حد ذاته، ال النظام في حد ذاته، المنهجيه للامر كله في رفض عالميا ليه. يعني الموضوع مش محلي، انا مش جاي اقول لك احنا ومش عارف ايه، لا 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 لا، كله شايف كده من حته معينه، او مش كله برضه، يعني اغلب يعني في دول العالم المتفرقه شايفين ده. يعني لما تبص على الليست اللي احنا متاخرين فيها في الترتيب ال100 ومش عارف كام دي، هتلاقي ان هي بتقيم الامور اكيد عن التعليم ومنهجه بشكل ما، ولكن كذلك بتركز قوي على منطقه التكنولوجيا، النظافه، عدد الطلاب في الفصل، الحاجات اللي زي كده. كل الكلام ده كلام حلو طبعا، بس هي الفكره ان انا عايز اتكلم عن المنهج نفسه. تقدر تفهم قصدي لو قلت لك مثلا ان من عيوب النظام التعليمي ان الذكي اللي بجد ما بينجحش، وان اللي بينجح جدا مش ذكي، هو بيحفظ. والحفظ غير الذكاء، الذكاء تفكير، الحفظ حد بيرص كده الكلام زي ما حفظوه له بغبغان من الاخر، وهذا هو الانجح غالبا. يعني ما عنديش سيرفي ولا اثبات علمي الحقيقه على الكلام اللي انا بقوله النهارده، بس يعني من التجارب العمليه كده، انا اتعاملت مع ناس في منطقه الكرييشن، الناس الكرييتيف اللي هم بيطلعوا افكار من اللا شيء حرفيا. اتعاملت مع عدد كبير منهم، والاغلبيه يا اما كانوا طلاب فاشلين جدا، يا اما كانوا طلاب ناجحين بس هم اصلا شايفين التعليم ده بلح ولا ليه ثلاثه لازمه. واحد النماذج برضو المؤثره بالنسبه لي هو النموذج اللي اتعمل منه فيلم ثلاثه يشتغلونها، اللي هي كانت الاولى على الثانويه العامه، وكانت برضو مرت بحاجات كتير جدا، ولكنها اول ما دخلت الحياه الجامعيه اتصدمت تماما، لانها اكتشفت ان في حاجات كتير قوي اهم من المنهج ودفس المعلومات اللي كان بيحصل فيه. وهي لانها كانت مقضية طول حياتها بتذاكر، فهي فشلت انها تكون شخص اجتماعيا كويس او شخص في الشارع كويس. بقى بيتأثر بحاجات كتير جدا بسرعة، وما كانش عنده رؤية خاصة، ما كانش عنده وعي بالدنيا، وكل ده بسبب التعليم اللي هو المفروض الهدف منه انه بيديك معلومات تساعدك ان انت تعيش بني ادم كويس. صح ولا ايه؟ احنا بنتعلم ليه؟ ما انا بتميل اتعلم عشان لما اتحط في تجارب ابقى معايا حاجات، فاهم؟ ففين الفكرة؟ ان اللي بيحصل في الحقيقة غير كده. احنا اصلا من كتر المعلومات اللي بتدفس لك، بتتحشر لك كده جوه دماغك، انت اقنعت دماغك ان هو الطريقة كالاتي: احنا بنخش نذاكر طول السنة، نحفظ المعلومات تمام وزي العسل، نخش الامتحان عظمة، نقفل الكلام، هو ده، نخرج انسى كل حاجة. ما حضرتك انا 3 شهور وجاي تاني وهحفظ معلومات جديدة من الاول، فممكن نمسح ده دلوقتي لان احنا مش محتاجينه تاني، خلاص عمرك ما هتستخدمه في حياتك، وكمل يعني خش نيكست ستيب. وده لان العقل ببساطة هو خزان معلومات انتقائي، يعني هو بيحفظ لك المعلومة ازاي؟ على حسب مدى اهميتها، مدى استخدامها. يعني مثلا لو انا امي بتديني معلومة كل يوم مثلا، فهي بتقولها لي طول الوقت، فهي اكشلي عمرها ما هتتنسي. لكن لما تبقى بتقول لي معلومة عشان اخش امتحن بيها، وبعد كده مش هنذكرها تاني في حياتنا ومش هنستخدمها في حاجة في حياتنا، اكيد مش هفتكرها. وده لان في معلومات كتير اتخزنت في الفترة دي اهم، العقل شايفها اهم لان احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية، ظروف معينة، تجارب معينة، ما الى ذلك. عشان كده اللغات هي نوعا ما لو اتعلمتها صح، يعني هي اكتر حاجة بتثبت
لانك اوريدي بتستخدمها طول الوقت. المهم انا تجربتي في التعليم ما كانتش على ما يرام، لان انا كنت طالب ما بيعرفش يحفظ قوي بصراحه، وطالب فاشل في الحفظ، يعني طالب فاشل عامه، لان هو التعليم حفظ ما ملهاش غير كده. عارف في ناس هتزعل تقول لك ايه اللي انت بتقوله ده، انت ازاي تتريق على التعليم؟ بس انا هقول لك يا جماعه الكلام مش شخصي، الكلام اصلا مش محلي، الكلام عالمي. كل دول العالم لعمر معين هم عندهم نفس السيستم ده من التعليم المنهجي، وهم برضو عندهم امثله على الفشل بتاع النظريه التعليميه دي في ناس زي اينشتاين اللي كان طالب فاشل في الدراسه، في عباقره كتير يعني مش فاكر مين، بس كان في حد برضو تاني من العالميين اللي هم الناس اللي مش طبيعيه خالص، كان تقريبا طردوه من المدرسه وامه بدات تعلمه في البيت لحد ما اخترع حاجات مش طبيعيه. انا مش فاكر مين لان انا اتعلمت في التعليم المنهجي، فانا فاكر الحدث لانه اثر فيا، بس انا مش فاكر المعلومه لان انا كنت عايز اسمعها في الامتحان وخلاص. بس انت فاهم الفكره، اللي هو الناس دي نجحت ليه؟ هم اتحطوا في مرحله جديده كانوا بيتعلموا فيها برضه، بس مش نفس التعليم المنهجي، كانوا بيتعلموا في منطقه فيها حريه اكبر، هم كانوا مميزين في شيء، فالاهل او الناس اللي بيعلموهم في الفتره دي يركزوا لهم على المنطقه اللي هم موهوبين فيها، فبالتالي طلعوا نتائج رهيبه. الفكره بقى ان التعليم صعب انه يمشي بنفس الكونسبت، تحديدا بسبب عدد الطلبه الكبير والحاجات اللي زي كده، انك تركز مع كل طالب عشان تعرف هو حلو في ايه وتساعده، حوار مش سهل قوي. اي نعم في مدارس اجنبيه كتير بتعمل ده دلوقتي، وفي مدارس برضو يعني للاسف يعني مصريه اجنبيه، يعني فاهم اللي هي المدارس اللي هي الانترناشونال، الحاجات دي بتعرف تعمل ده احيانا محليا يعني. ولكن الفكره ان الموضوع ابسط من كده. السنين اللي احنا بندرسها دي كلها المفروض يعني حسب ما فهمت، يعني ما سالت اكتر من شخص، هي المدخل. كل ده المدخل، هو المفروض ان ده المدخل وانت بتدرسه عشان بعد كده تحدد انت بتعمل ايه في الدنيا. يبقى عندك حاجه هنا وحاجه هنا وحاجه هنا وحاجه هنا، فتقدر تختار. هو الكلام ده منطقي جدا وانا اراه شيء عظيم، ولكن انت مقتنع ان ده المدخل؟ يعني انا بذممك قدام ربنا، اله واحد احد، انت شايف ان ده مدخل؟ طب دي طريقه شرح مدخل؟ طب ده كتاب مدخل؟ طب لو هو مدخل والهدف ان انا افهم، اوكي يا جماعه عندنا مواد معينه دي المداخل بتاعت المواد، فانت هتذاكر كل المواد وهتخش تمتحن. المواد اللي انت متفوق فيها دي المواد اللي انت بتحبها واللي هتحدد عليها انت هتمشي ازاي بعد كده. المواد اللي انت ما تفوقتش فيها دي عادي، اوكي لو قدرنا نحسنها مفيش مشكله، لو ما قدرناش خلاص عادي، مش حتتك يا معلم، مش حوار. بس واقع الامر بيقول غير كده، بيقول انت لازم تقفل. اسمعين ولد، عيب، خش قفل كل المواد، انت طالب مجتهد، اقل انت بدل دخلتك فيه انا مش فاهم. طب ما هو ده الهدف ان احنا نعرف انا حلو في ايه ووحش في ايه، مش الهدف ان انا ابقى حلو في كل حاجه. ما انا لو بقيت حلو في كل حاجه ما انت كده نيلتها لي، ما هو انا مش عارف بقى هشتغل ايه بعد كده. هتشتغل اللي انا هقول لك عليه. طب ما هو كده ما بقاش اختيار للحياه اصلا، انا ما بقاش عندي حريه الاختيار اصلا. فبالتالي اول ما بتطلع للحياه بتحس اللي هو ايه الدنيا دي، كل المعلومات ملهاش 3 لازمه، احنا هنعيد من الاول. طب ما ليه كده يا جماعه؟ المفاجأة اللي كانت بالنسبة لي اللي خلتني اكتب الحلقة دي ان لقيت جمعيات امريكية وحاجات يعني حاجات كتير بتتكلم عن فكرة ان هم ضد هذه المنظومة في امريكا دي اللي هي بتاعت الدولار اللي حاطط علينا، انت عارفها انت دي، فاهم؟ كانت حاجة فجائية جدا بالنسبة لي في وقتها. الكلام ده من كام سنة بس مش حوارنا يعني. والجمعيات دي بتتكلم عن فكرة ان التعليم الممنهج ده بيحجر على الابداع، لان هو معتمد على ان انت تحفظ معلومات وخلاص. مؤخرا بدأ يظهر زي ما قلت لكم فكرة المراقبة على الطلبة عشان يعرفوا هم مميزين في ايه ومش مميزين في ايه وما الى ذلك، مع استحالة الفكرة هنا بسبب عدد الطلبة. اوكي، المهم ان احنا عشان نفهم احنا عايزين نعمل تعليم عامل ازاي لازم نرجع لاصل الموضوع. هو احنا بنتعلم ليه؟ في بداية الخلق آدم نزل على الأرض وخلف ولاد ومعرفش إيه، وربنا ألهمه علم الزراعة وألهمه شوية علوم والحاجات اللي احنا عارفينها دي، وما إلى ذلك بقى في قصص شعوب طلعت بقى في مجتمعات مختلفة وبتاع، وكل واحد بقى عنده تجربة معينة. واحد اكتشف النار وعرف إزاي يولعها، واحد عرف الزراعة وإزاي يطلعها، واحد عرف إزاي يغلب الوحوش. فبقى في ناس عندها شوية خبرات. خد بالك أنا كبني آدم جديد ما عنديش السكيل دي، هاخدها منك. يعني أنت قول لي يا معلم بنعمل إيه وأنا هعمل زيك، فاهم؟ فبدأ الموضوع ينتقل شفهيا في البدايه طبعا، وبعد كده بقى في فكره الكتابه، فقشطه طب ما تعالى ندون ده في كتب عشان نقدر ننشر الموضوع اكتر. كان الهدف الاساسي ان انت كبني ادم لما تحتاج علم هتلاقيه، الى ان وصلنا للحته اللي احنا فيها دي اللي هو يا معلم التعليم اجباري. ويا جماعه احنا كبشر كائنات بترفض الاجبار في اي شيء. هتعاند معايا هعاند معاك، ما هو معلش انا لازم انا اللي اختار انا اتعلم انا ايه ولا ما اتعلمش ايه. ما ينفعش تيجي تقول لي اتعلم وما تتعلمش وانا هفيه. انت شايفني هفق؟ لا معلش قول لي انت شايفني هفق؟ انت عايز تفيدني على عيني وعلى راسي، بس موضوع اجباري دي كلمه سخيفه جدا بصراحه.
اتعلم ده واتعلم ده واتعلم ده وهتعلم ده. طب ما تقول لي اتعلم وانا اختار انا اتعلم انا ايه؟ ما انا اللي هتعلم في الاخر مش انت. انا اللي هستخدم السكيلز دي في حياتي، انا اللي اضرب حالي. بص انا متفاهم ان في الاول الموضوع ده بيكون صعب، لان في مرحله الطفوله الطفل بيكون عامل زي الاسفنجه، اي حاجه بتتقال حواليه هو بيسجلها دايركت. فقشطه انا ما عنديش مشكله في المنطقه دي، وتحديدا ان انت محتاج تعلمه هنا اللغات، لان قبل ما يتشكل شخصيته محتاج يبقى عنده شويه وعي ان هو يفهم الدنيا بتمشي ازاي. وزي ما قلت لك انا ما عنديش اي مشكله انك تديني مقدمه في كل العلوم اللي في الدنيا، ولكن تبقى مقدمه اللي هو فهمني ده بيحصل ازاي، مش لازم تمتحني في الموضوع. انا افهم انا اختار، مش انت تحشر لي تمتحني انت تختار. ليه تختار ان انا اخش كليه ايه ولا بخش كليه؟ انا ادرى يا اخي بحالي. ببساطه العيب مش في اي نظام تعليمي، العيب اننا نسينا احنا بنتعلم ليه. احنا بنتعلم عشان يبقى عندنا علم. حاسس بقول كلام بديهي قوي بس هو ما بيحصلش، يعني فاهم قصدي؟ عشان يبقى عندنا علم نستفيد بيه في حياتنا. عشان كلام بسيط وبيزك ومفيش اي حاجه، بس احنا فقدنا هذا الوعي، هذا التفكير انتهى. احنا بنتعلم عشان انت لازم تتعلم. لا والله انت لازم تتعلم، معرفش هي كده، هم قالوا لي هناك ان انت لازم تتعلم، فانا معرفش. اتذكر احد القصص كانت امي جايباها قبل كده، روايه ما هي بتاعت خالتي، وامي وخالتي بالمناسبه شغالين في رياض الاطفال في المنطقه دي تحديدا. فكانت الروايه بتتكلم عن واحده يابانيه، انا مش متذكر اسم الروايه للاسف برضو، ولكن انا متذكر تفاصيل كتير من القصه، زي ان هي كانت بتحكي طفولتها وان هي كانت في مدرسه غير تقليديه. كان فيها المدرس بياخدها هي ومجموعه من الطلبه، بيروحوا المدرسه اللي هي عباره عن قطر قديم، والمدرسه كلها عباره عن رحلات ميدانيه اكتر، وبتتعلم منها دروس الحياه. عارف انت ايه الافلام الصيني بتاعت لو بدربك كونغ فو وحاجات، اللي هو الحاجات الناس اللي بتلبس اللبس اللي انا لابسه ده، لو بدربك الرياضات والحاجات دي، هو ما بيدربكش على القتال على طول، لا 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 لا، هو بيخليك تعيش تجربه حياتيه، وفي التجربه دي انت بتاخد الخبره اللي تخليك مقاتل كويس، مقاتل ذكي مش قوي. عارف انت الافلام دي؟ هو ده العلم، هو ده الستايل، لان دي اصلا من الطرق اللي فعلا بتعلم. يعني لما تدور كده ايه اللي هيخلي معلومه تثبت في دماغ بني ادم، هتلاقي سكتين. السكه الاولى هي ان انت تعيشه تجربه عمليه وتخليه يتعلم منها، هتثبت في دماغه لان هي هترتبط بحدث معين، فاهمني؟ والطريقه الثانيه هي طريقه الفضول، ان هو عنده نيه او هو عايز يتعلم حاجه معينه، فيبدا ان هو يقرا فيها ويتعلم. وهنا تظهر الطريقة التانية، والمفاجأة بالنسبة لي إنها في البداية كانت بتاعتنا، وبعد كده الأجانب بقوا بياخدوها. طريقة تعليم الأزهر زمان، فاكر الموضوع ده من قصة الأيام بتاعت عمك طه حسين، واللي جزء منها علق معايا لأني اعتبرتها قصة ما اتخدتش بشكل تعليمي، فأنا أحترم المدرس بتاعنا ساعتها. المهم، فكانت بتتكلم عن فكرة إن هو أول ما دخل الأزهر هو كان بيخش يختار المواد اللي هو عايز يتعلمها ويسجل اسمه فيها، ويقعد جنب الأستاذ أو الشيخ أو اللي عندهم يعني، ويقعد يشرح. فاهم قصدي؟ هو مفيش النظريه بتاعتنا بتاعت الكليه اللي هو انت عندك الماده كذا وكذا وكذا وكذا، هتخش تعلمهم، تتوكل على الله، معاك شهادتك الجميله، تبدا حياتك العمليه ولا انت فاهم اي حاجه اصلا. لا، هو انت بتختار انت هتتعلم ايه، وبعد كده انت بتاخد العلم ده وتبدا ان انت تروح تودي في الدنيا بقى وتعلي الكلام. عالميا ده بقى بيحصل في جامعات كتير وفي مدارس برضو احيانا، اللي هي الدول المتقدمه علميا دلوقتي، ده بقى من المدارس التعليميه. احنا بطلنا، معرفش ليه، ده بقول لك احنا الاساس والباقي شنط والكياس، ياخدوا العلم بتاعك ويعلموا عليك. طب ينفع كده؟ طب مش عيب؟ والمشكله بالنسبه لي في الحته دي مش في الحكومه على قد ما هي في المجتمع نفسه، ان احنا بقى عندنا هوس، خلل مش طبيعي. جيل الاباء اللي هو اتعلم بنظام الحفظ والمعرفش ايه والضرب لو ما حفظتش والكلام ده كله، اتخرج من هذا النظام بمعاناه كبيره جدا، وهو ما كانش عنده حريه زي اللي في عصرنا، بس يعني ايه، فهو جرب وعانى وخرج وانطلق للحياه الطبيعيه، واكتشف، ادرك ان الحياه العمليه غير التعليم تماما، ما لهمش اي علاقه ببعض. لما يجي يخلف، يعني طبيعي ان انت خلاص، انا ابني مش هيتعلم بنفس التخلف اللي انا اتعلمته، ما هو انا ما استفدتش حاجه اصلا. طب انا اخلي ابني يتسحول السحوله دي اللي انا عايزه يطلع احسن مني؟ لا 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 لا، انا عايز ابني بصمجي، انا عايز ابني دحيح يقفل الامتحانات ويطلع الاول على المدرسه. ليه؟ واجهه اجتماعيه. والله زي ما بقول لك كده، اللي هو ايه، نتفشخر بيه وسط الشباب والشله ونقول لهم احنا الجامدين وانتوا القله، من الاخر على دماغكم الجله. ففكره المنطقه الواجهه الاجتماعيه والحاجات اللي هي في هذه المنطقه جزء لا يتجزأ من تدمير النظام التعليمي في مصر، ان هو ان احنا بقينا واخدين الموضوع وجاهه، دكتور، مهندس، خريج تجاره،
خريج حقوق. في ايه يا عم الحاج مالك بس؟ ما هو انت بتستنفع بده وبتستنفع بده، ما هو ده بني ادم وده بني ادم، وده بيفكر وده بيفكر، ملهاش اي علاقه باي حاجه غير ان هو حب ده وده حب ده بس. طب هل انت متخيل ان انت ممكن تجبر ناس ان هم يخشوا طب وهم مش حابينها فيطلعوا دكاتره فشله ويبقوا بيدمروا حياه بني ادمين؟ مش بيدمروا حياتهم عادي، هم بيموتوهم حرفيا لان هم مش حابين اللي هم بيعملوه بسببك ايها البني ادم الطبقي. وغير الواجهه الاجتماعيه طبعا الماديات، نختار طب عشان فلوسه حلوه والكلام الجميل ده اللي انتوا عارفينه، بس طبعا ده بعد كتير قوي من الصرف بيبقى فلوسه حلوه حقيقه، فاهم؟ الفكره يا جماعه ان ده برضو سببه ان احنا عالم ثالث، فاحنا عندنا فكره الفقر اثر علينا بشكل ما، فبقينا بندور على سكه الفلوس اكتر، رغم ان عادي في جهله كتير وعندهم مليارات وعادي مفيش حاجه يعني ان البيزنس مان والناس الجميله دي. وصدقني الفلوس دي مش هتنفعك في الاخر في حاجه، يعني لما تقابل رب كريم ابقى قول لي عملت بيها ايه. بس خلي بالك لان ذنب ابنك في رقبتك، هتتحاسب عليه يوم القيامه. مقوله اليوم كان واحد صاحبي مشيرها من الممثلة ناتالي بورتمان. الحكمة ترجمتها بتقول: أنا ما بحبش المذاكرة، أنا بكره المذاكرة، أنا بحب التعليم. التعليم حاجة حلوة رغم بساطة وسذاجة الصياغة، إلا إنها تكفي للتعبير عن الفكرة، اللي هو لما تحط لي منهج وتقول لي ذاكر عمري ما هحب الموضوع، لكن لو خليتني أتعلم شيء جديد واللي هو بالمناسبة ممكن يبقى نفس الشيء اللي أنت كنت عايز نذاكره، ساعتها هقبله ومش هنساه طول عمري. ببساطة طريقة التقديم تغير التأثير بس. وفي النهاية يا سيدي لو قلت حاجة حلوة ونفعتك يبقى الثواب ليه، ولو ضايقتك سامحني ويبقى الثواب ليك. من الآخر جمعية ودايرة والكل مستفيد.